السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتوا شايفين طبعا في الفيديو فطير مشلتت، ولا فرد ولا مكان كبير ولا أي مشكلة هتواجهيها تاني عشان تعملي فطير. هتعملي فطيرة بمنتهى السهولة وهيطلع معاكي مورق وتحفة جدا وطري مية. هتعملي من الكيلو الواحد بس 8 فطاير بحجم وسط. وطبعا انتوا عارفين الحجم ده بره سعره كام. الحجم ده بره لو هتشتريه من 15 ل 20 جنيه. وطبعا لو سمنة مضمونة وبلدي طبعا هيبقى أغلى من كده بكتير. هتعرفي تعمليه بمنتهى السهولة، وإمتى تسويه على الطاسة وإمتى تسويه في الفرن. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة الفطير المشلتت بكل سهولة بمكونات بسيطة جدا. هنستعمل مع بعض كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، وعليه نص معلقة ملح كبيرة، وهنستخدم 3 كوبايات مية بالتدريج. ممكن نحتاجهم كلهم وممكن لأ، على حسب نوع الدقيق اللي انت هتستعمليه. طبعا العجينة بتاعة الفطير بيبقى ليها تعامل مخصوص. لازم العجينة تكون ناعمة جدا وملساء جدا وبتمط زي الأستك. أنا هنا حطيت في الأول كوبايتين الأول دقيق، وبعد كده نزلت بالتالتة عشان حسيت إن لسه الدقيق بتاعي لسه ظاهر قوي معايا وما خدش مية كفاية. ونبدأ بقى نعجن واحدة واحدة كده ونلم الدقيق لغاية الدقيق بتاعي كله ما يختفي من البولة اللي معايا. هتلاقي الدقيق اختفى معاكي، وهتلاقي العجينة بدأت تلم لغاية ما تتكور كورة معاكي كده وتبقى خلاص مفيش ولا دقيق ظاهر معاكي في البولة. بس كده العجين ما انتهاش معايا، لا، طول ما العجينة لسه مخرزة وطول ما ايدي لسه فيها عجين يبقى انا كده العجينة محتاجة لسه خدمة. هنسيبها ترتاح شوية، وانا كمان لازم اريح ايدي برضو شوية، وبعد كده هرجع لها تاني. هنلاقيها ارتاحت حبة، اعجنها تاني لحد ما التخريزة اللي فيها او الحبيبات اللي فيها دي تتلاشى خالص وتبقى ناعمة زي الحرير، زي ما احنا شايفين كده. بس برضو لسه كده برضو ما خلصتش، هسيبها ترتاح لتاني مرة وبعد كده هشتغل فيها تاني. شايفين؟ حاسة برضو انها لسه مخرزة، فهسيبها شوية كمان وارجع اعجنها تاني. انا عايزة العجينة توصل معايا لدرجة ان انا امشي عليه ايدي من بره تبقى ناعمة جدا وما فيهاش اي حبيبات، لدرجة ان انا لما اشدها كده وارفعها بايدي هنلاقيها بتمط معايا ومش بتتقطع. نخلي بالنا يا بنات، انا باكد عليكم مرحلة العجن دي لانها مهمة جدا في نجاح الفطير بتاعي. شايفين؟ انا لسه برضو ما وصلتش للمرحلة المهمة اللي هتوصلني لفطير ناجح ويطلع معايا بالشكل اللي انا محتاجاه. شايفين؟ هي كده بدأت بقى تشد كده معايا وبدأت توصل للمستوى اللي انا محتاجاه عشان انجح الفطير بتاعي. هسيبها تاني ترتاح لمدة ربع ساعة وارجع تاني اعجنها كده عجنتين وافردها فردتين كده على الرخامة او في البولة بتاعتي، وبعد كده هلمها بقى. هنلاقيها وصلت للمستوى اللي انا عايزاه. هتلاقيها كده بتشد كده في ايديكي وبتروح وبتيجي معاكي ومش بتتقطع. ونخلي بالنا ان مرحلة العجن الصح اللي انا بوصل فيها العجينة انها تبقى بتمط وناجحة بالشكل ده كده. شايفين؟ بقت في ايدي كده زي الاستك. يبقى انا كده وصلت للمرحلة اللي هتخليني بقى ابدا كده اشتغل عجينه جميله جدا. وهبدا بقى اركنها بقى ترتاح لمده نص ساعه كمان، وهنبدا بقى نشتغل فيها ونسمي الله كده ونصلي على الرسول، ونبدا بقى نحط العجينه بتاعتنا على الرخامه. انا عندي هنا المكان بتاعي مش هيستحمل ان انا اخد العجينه كلها على بعضها، فانا هقسمها بالنص واخد نص واحد بس، وابدا افرده كده على مفرش التقطيع بتاعي. شايفين كده؟ ما شاء الله بتتبطط بكل سهولة وتتحرك معايا بكل أريحية، عشان أنا سبتها ارتاحت وسبتها كذا مرة على كذا مرحلة لحد ما وصلتها للمستوى ده وناعمة جدا زي الحرير. شايفين؟ أنا بفرد العجينة بتاعتي بمنتهى السهولة جدا وبتتحرك معايا بكل بساطة. أنا عايزة أشكلها عشان أطلعها على هيئة مستطيل أو هيئة مربع عشان أعرف أفرد فيها السمنة بتاعتي. طيب انا هفرد بقى بسمنه ايه؟ انا هفرد بزبده على سمنه او سمنه بس. وممكن تحطي معلقه زيت صغيره. الزيت الكتير بيخلي العجينه بتاعتنا تطلع ناشفه جدا من بره ومن جوه، ومش هيطلع لك العجينه او الفطير الناجح اللي انتي بتتمنيه. شايفين؟ انا فردت كميه السمنه كلها، ما تخليش ولا مكان ما فيهوش سمنه. لازم تاخد كميه السمنه الكافيه لان ده فطير، والفطير لو ما خدش الكمية الكافية من السمنة هيطلع ناشف معاكي، مش هيطلع لك النتيجة اللي انت بتتمنيها.
بعد كده هاخد العجينة بتاعتي وهلفها رول زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده، ونحاول وانا بفرد الرول ما اضغطش قوي على العجينة بتاعتي عشان السمنة ما تطلعش منها. وبعدين هقطع بقى القطعة اللي معايا ديت لعدد الفطاير اللي انا عايزاه. انا هنا قسمتها على 4، ممكن انت لو عايزاها فطيرة اكبر تقسميها على 3، ولو عايزاها اكبر بحجم كبير جدا ممكن القطعة دي تقسميها على 2، على حسب حجم الفطيرة اللي انت عايزاها. وبعد كده هاخدها بقى في صينية مدهونة واحطها في التلاجة. على طول هتاخدي الفطاير اللي انت طلعتيها دي بنفس الشكل كده وتحطيهم بقى في التلاجة لمدة ساعة. طبعا الخطوة بتاعت وضع العجين في التلاجة مهمة جدا 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 عشان العجينة بتاعتي تاخد راحتها، والسمنة اللي في الفطير برضو تجمد شوية. طيب لو ما حطيناهاش في التلاجة هتلاقي العجينة معاكي زي الاستك، وهتلاقيكي كل ما تبططيها هتلاقيها ترجع تاني، كل ما تبططيها هتلاقيها بتتمط معاكي وترجع تاني. انما مرحلة تبريد العجين في التلاجة هتلاقيها بعد كده بتبططيها عشان تبقى بقى تاخد معاكي شكل الفطيرة بكل سهولة. شايفين ده الجزء التاني اللي انا كنت راكناه على جنب، بفرده برضو بنفس الطريقة وعملته على نفس الرول، بظبطه بقى كده عشان اقسمه وارجع احطه مع الكمية الاولانية في التلاجة. انا قسمته على نفس الحجم على 4 قطع برضو عشان ارصه بقى في الصينية وادخله بقى في التلاجة ياخد نفس التبريد. دول كده ال8 قطع بتوعي، حطيتهم برضو في التلاجة واخدوا راحتهم جدا لمدة ساعة، وبعد كده طلعتهم. شايفين انا ببطط بقى كل قطعة بكل سهولة، هتتبطط معاكي في منتهى الجمال. هبطط كل واحدة بنفس الشكل ده كده، وما تحاوليش تفرديها اكتر من اللازم عشان ما تترقرقش معاكي قوي وما تنشفش معاكي وانتي بتسويها. وبعد كده هلم كل الجوانب بتاعتها وهلمها كده زي السرة كده. شايفين بتبقى معايا في الاخر زي الكورة. وبعد كده هركنها بقى في صينية على جنب واحطها برضو في التلاجة. شايفين هدخلها بقى التلاجة لغاية ما اخلص باقي الكمية. وطلعت بقى قطعة تانية وبرضو بططتها بنفس الطريقة. شايفين معايا بتتبطط بكل سهولة. خلي بالكم مرحلة التبريد دي مهمة جدا يا بنات عشان تنجح معايا الفطير وما تتعبنيش كمان في مرحلة الفرد. وهلم برضو كده بنفس الطريقة وهكورها كده وهلم من ورا وهضغط كويس جدا. خلي بالك السمنة لو عكست معاكي في الأول في الضغط، بس كل ما بتضغطي هتلم معاكي. وهتكوريها كده بايديكي وهترصي بقى الكمية كلها في صينية واحطها تاني في التلاجة ترتاح لمدة نص ساعة. طيب انا طلعتها عشان اتأكد ازاي بقى انها جاهزة. هغرز ايدي في العجينة بتاعتي كده، لو لقيت الغرزة مكانها زي ما هو يبقى كده انا ابطط بقى وابدأ تسوية. لو لقيتها بترجع تاني يبقى ارجعها في التلاجة تاني واسيبها ربع ساعة كمان. انا كده العجينة بتاعتي جاهزة تمام. هاخد بقى قطعة قطعة واكون مسخنة الطاسة عندي على النار، ابدا افرد كده وما احاولش ارقرق. كل ما هترقرقي هتنشف معاكي، خليها كده بحجم وسط. طيب الفرق بين تسويه الطاسه وتسويه الفرن ان انا اخلي اللي هسويها في الفرن سمكها اتخن، يعني اتخن من دي، يعني ممكن تكون الضعف من دي كمان. هسخن بقى الطاسة بتاعتي وابدأ انزل بالعجينة بتاعتي او بالفطيرة بتاعتي في الطاسة واحدة واحدة كده، وافردها بايدي عشان اسويها لانها بتبقى طرية جدا. وما تخافيش انك تتلسع ولا حاجة، بتبقى العجينة لسه باردة ما خدتش سخونية الطاسة. ونغطيها بقى لمدة 3 دقايق عشان تحتفظ بالحرارة بتاعتها وتبدأ تستوي من جوه. واول ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده ابدأ بقى اقلبها على الوش التاني عشان تاخد بقى اللون الذهبي كمان من الوش التاني. شايفين طرية ازاي وسلسة كده وجميلة ازاي وهي بتتحرك معايا، عاملة زي المية. ما شاء الله تحفة، ولا ريحتها طالعة في منتهى الجمال. شايفين بقى جمال انك تعملي حاجة بايديكي وفي بيتك، احساس في منتهى الروعة. اخدت واحدة كمان بعد ما دهنت الطاسة بتاعتي بشوية من السمن ونزلتها برضو بنفس الطريقة، وبعد كده لما خدت اللون الذهبي قلبتها على الوش التاني بنفس الطريقة. شايفين الجمال واللون التحفة. وما تحاوليش تعلي النار اكتر من اللازم عشان ما تتحرقش معاكي، يعني النار تكون وسط. طيب الفرق ايه بقى بين تسوية الطاسة وتسوية الفرن؟ تسوية الطاسة طبعا اسرع بكتير من تسوية الفرن، لان كل وش تسوية بياخد تقريبا 3 او 4 دقايق، وبعد كده بتقلبي على الوش التاني وتطلعي الفطيرة وتحطي غيرها. انما الفرن بياخد تقريبا حوالي كده زي 10 دقايق في كل فطيرة، وممكن يزيد كمان.
شايفين اللون الذهبي الجميل التحفة ده اللون المناسب جدا اللي هتكون عليه الفطاير كلها اللي هتطلع معايا من الطاسة. ما شاء الله طلع عندي التسوية هايلة جدا وتحفة جدا. شايفين طري جدا، عامل زي المية بالظبط. غير كمان التوريقة كمان تحفة جدا، مش هتتوقعيها انها تطلع التوريقة الجميلة دي بالخطوات البسيطة دي. مية جدا وتحفة جدا، ده غير كمان طعمه. واكيد السمنة اللي هتستعمليها هتبقى مختلفة جدا عن اي فطير ممكن يتعمل بره. اتمنى ان تكونوا استفدتوا من الفيديو، واتمنى ان انتوا تعملوا الفطير وتقولوا لي تعليقاتكم ايه في الكومنتات. واللي عجبته الوصفة ينزل على طول يعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو. وبالذات اللايك يا بنات، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيخليه يوصل لأكبر عدد من المتابعين. وبرحب جدا بكل المشتركين اللي دخلوا معانا في القناة واشتركوا معايا في الأسبوع الأخير. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال، وما تنسونيش من صالح دعواتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.